بخارة اللحم التركي حاجة جميلة وروعة، والريحة والطعم جنين، والصوص رهيب. وعملت عجينة جميلة. بصوا المنظر. تعالوا نشوف عملناها ازاي. بتاعتي لحمة وفلفل الوان وفلفل حامي وثلاث فصوص توم وجزر وكوسة، وكمان بطاطس مكعبات، 3 بصلات متقطعين جوليان جوانح بالشكل ده. اولا هقطع اللحمه مكعبات صغيره بالمنظر ده. اقطع كل كميه اللحمه اللي عندي، سواء بقى نص كيلو كيلو، الكميه اللي تحبيها، مكعبات كده. وبعدين في حله على النار هحط شويه زيت. انا بستخدم زيت نباتي. وبعدين هبدا بالبصل ادبله شويه متقطع جوليان بالمنظر ده. هبدا ادبله على النار، هبدا اقلبه تقليبه كده، وبعد كده انزل بفصين توم. بس انا مش هحط التوم مفروم، انا هقطعه تقطيعه بالسكينه كبير شويه عشان يدي طعم حلو بالمنظر ده، ويدي ريحه حلوه للبصل. هبدا احط التوابل، هقعد قرفه ولورا وكزبره حب وفلفل حب وحبهان، هبدا اضيفهم على البصله. هقلب تقليبه عشان نكهه البهارات دي تطلع. وبعد كده هضيف اللحمه، هقلبها مع البصل ولغايه ما تاخد لون. اقلب فيها لغايه ما تاخد معايا اللون البني الفاتح بالمنظر ده. فيها فلفل اسمر بودر، وهستمر في التقليب لغايه ما تاخد اللون معايا. هبدا اضيف عليها في المرحله دي 3 معالق صلصه جاهزه عشان تضيف لنا لون حلو قوي للحمه وللخضار. بصوا المنظر بتاعها عامل ازاي. بعد كده هضيف عليها ميه سخنه لغايه ما تغطي معانا اللحمه، واسيبها على النار لغايه ما تغلي. واول ما تغلي هبدا اسيبها على نار وسط تاخد نص سوا، وبعد كده اضيف لها الخضار. من ناحية تانية هبدأ اعمل العجينة اللي هتحط على وش الطاجن. 3 كوبايات دقيق ومعلقة زبادي ومعلقة خميرة ومعلقتين زيت ورشة سكر ورشة ملح. هبدأ اعجنه بمية دافية، هنزل بالمية واحدة واحدة لغاية ما العجينة تلم معايا. هبدأ اعجنها وانعمها بايدي، وبعد كده اسيبها في مكان دافي تخمر. نشكلها على الطاجن ونعمل منها عيش نغمس منها الصوص الجميل ده باللحمة. اللحمة معايا بدأت تاخد نص سوا، وقبل ما اضيف الخضار انا هبدأ اشيل القرفة واللورة والحبهان عشان ما يضايقش اي حد وهو بياكل بالمنظر ده. انا هبدأ بقى اضيف الفلفل الالوان والحار والخضار بتاعنا، بطاطس والجزر والكوسة، هم ياخدوا غلوة مع اللحمة. اللحمة عندي لسه نص سوا، هسيب الخضار ياخد غلوة وهضيف له البسلة المتفرزة. واول ما اللحمة دخلت في السوا هضيف لها معلقة ملح صغيرة وبهارات لحمة. اللحمة استوت وبقت دايبة، وكمان الخضار جاهز. هنبدأ كلهم نحطهم في الطاجن. ابدأ اضيف الخضار في طاجن، اجيب العجينة بعد ما خمرت وجهزت معايا، هرش رشة دقيق واخد جزء من العجينة افرده على وش الطاجن، والجزء التاني هعمل منه عيش نغمس بيه الصوص الرهيب ده. الجزء الاول للطاجن
هفرده بشكل دايرة كده كأني بعمل بيتزا. هفردها بسمك مش تخين ولا رفيع، بالسمك ده، وابدأ اخدها على النشابة واحطها على الطاجن. اضغط على العجينة كويس عشان تمسك في الطاجن والاحرف بتاعة الطاجن، وابدأ اقطع الزيادات بالشكل ده، واكون جايبة بيضة كاملة وشوية لبن ومعلقة نسكافيه او قهوة سريعة الذوبان. ادهن الوش كله بالكامل، وهرش رشة سمسم حبة البركة على الوش. كده جاهزت معايا. هبدأ ادخلها في فرن سخن على الارضية لغاية ما تستوي معانا، وهنشوفها مع بعض. بالنسبة لباقي العجينة هعمل منها رغيفين بشكل طولي بالمنظر ده. عجينة حلوة معانا وجميلة. انقل الرغيف في صينية او صاج مدهونة زيت بالشكل ده، وهبدأ ادهن الوش. هدهن وش الرغيف بنفس الخليط اللي عملته للعجينة بتاعة الطاجن، وهرش على الوش سمسم وحبة البركة، وادخله الفرن لغاية ما ياخد لون معايا حلو ويستوي. والطاجن خرج معانا وتحفة. اوريهولكم صوص رهيب جميل، وكمان العيش جاهز معانا ريحته تحفة وجميل. اقطعه لكم الصوص تحفة، وكمان العيش اللي على الطاجن بنغمس بيه الصوص رهيب. اوريكم كمان الصوص والخضار واللحمة مستوية معانا ودايبة تحفة وريحة جميلة. جربوها يا رب الوصفة تعجبكم. صحة وهنا على قلبكم.